بسم الله الرحمن الرحيم. وحشتوني جدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم عصام حدث من برنامج حكاوي المعز. معكم حلقة جديدة من برنامج حكاوي المعز. هوريكم شوية لقطات من مباراة الأهلي والسوبر المصري، جميلة جدا جدا جدا. طبعا المباراة دي في الدقيقة العشرين الأهلي كان ليه ركنية. الاهلي كان ليه ركنيه واحمد السيد زيزو استنى الدقيقه 20 تعدي احياء وذكرى لشهداء نادي الزمالك، نادي الاسبق نادي الاسبق. احمد السيد زيزو دلوقتي فين؟ لاعبا في النادي الاهلي وفائز ببطل دوري السوبر ليج الاهلاوي المصري الخالص خالص. خلاص السوبر يا اخوتنا في مصر يا 100 مليون و12 مليون، لو سمحتوا السوبر يبقى دائما على ارض الامارات. ميرسي حبيبي، باذن الله باذن الله هنخلوا لك في الامارات، هنخلوا لك في الامارات من عينينا من عينينا من عينينا من عينينا يا استاذ من عينينا من عينينا. هنخلوا لك في الامارات من عينينا، هنخلوا لك في الامارات. ومن يهنأ الليلة رمي التماس لصالح النادي الاهلي الى زيزو، يعيدها لياسر ابراهيم، ياسر لمرعي، مرعي لعلو ديان، احمد عبد الرؤوف. أن نحترم النادي الاهلي نادي كبير ونريد ان نفرح جماهير الزمالك الليله. على الجهه اليسرى كوكا، كان علي معلول، ومن ينسى معلول في الجهه اليسرى، سنوات خالده ورائعه مع النادي الاهلي. ابن الخضراء تونس، كره من زيزو، يا سلام! هي بالذكاء، هو زيزو هو زيزو هو زيزو. طبعا المباراة ديت كانت يوم 9/11. انا طالع لك النهارده ليه؟ لان على ما صورت الحلقة اللي نزلت على احتفالية المتحف المصري الكبير، خدت من زوري، خدت من الاحبال الصوتيه، خدت وقت كتير وخدت مجهود وخدت اعصاب وخدت كل حاجه، خدت رتم جسمي كله. المفروض ان انا كنت اطلع اتكلم عن مباراه الاهلي وسيراميكا كليوباترا اللي بطلها الاول احمد السيد زيزو برضه، بس كان راجل المباراه مش احمد السيد زيزو، كان اليو ديانج. حلو حلو. اللي سجل هدف مين بقى؟ جراديشار. الهدف الثاني. الهدف الاول كان محمود حسن تريزيجيه برأسية من عرضية أحمد السيد زيزو بالكربون. هدف لأحمد السيد زيزو في مباراة الأهلي والزمالك، عرضية المين بقى اللي بيلعبها؟ أشرف بن شرقي. الاهلي هو المنشات. من عينينا يا عامر عبد الله، من عينينا يا استاذ عامر عبد الله او المعلق دوت، من عينينا. المباراة هتبقى في الامارات على طول، نهائي دوري السوبر ليج الاماراتي في الامارات على طول. مش هننقلها، مش هتنقل بره الامارات، لن تنقل بره الامارات، لن تنقل بره الامارات باذن الله. اللي يدوروا الاهلي بيدور على الاهلي. يا سلام! بص بقى، بص الجمال والحلاوة. عايزك تبص الجمال والحلاوة بتاعت المعلق. زيزو، الذكاء، الصناعة، شرقي استقبل على صدره لأن الأهلي فارد صدره. الأهلي المنشط الذي لا يغيب. يا سلام! يا سلام. تقدمت القلعة الحمراء، تقدم أكبر احتياطي للذهاب، تقدم. بص بقى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بص اوريكم الهدف دوت. واحد محطوط عليه ضغط من اول ما نزل الملعب، من اول ما رجلي خط الملعب، من تسخين لسلام قبل المباراة، من تسخين لوقف نشيد وطني السلام لدخول غرفة الملابس على قبل المباراة.
خلع بعد الشوط الاول لدخول الاستراحه الشوط الاول، بعد كده وانت طالع الساعه الشوط الاول وانت طالع وانت داخل الشوط الثاني لنهايه المباراه. لعب 90 دقيقه مضغوط نفسيا وعصبيا، وانتهك في عرضه وانتهك في كل حاجه، عاوزه في الاخر يسلم على استاذ هشام نصر. ده انت الحمد لله ان هو ده ملك اعصابه حلو. عايز اقول لك ان احمد السيد زيزو في مباراه بطل الابطال. من نادي الاهلي باول اهداف المباراه. يا سلام، انهم لا يكتفون، الا تشبعون، الا تملون، اجيبونا في كل سنه، في كل شهر، في كل يوم، في كل زياره. يا الاهلي بتعمل ايه؟ يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. هدف من الاهداف الخالده الرائعه الرائعة الجميلة التي لا تنسى التي لا تنسى ابدا ابدا ابدا. أبدا. يا مخرج، بليز 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 بكل اللغات اقول لك عيد. نفسي أفهم بقى، أنا نفسي أفهم، وحد من جماهير الزمالك أو بلوجرات الزمالك أو يوتيوبرات الزمالك بيتفرجوا علينا يطلعوا يردوا علينا. ليه أحمد السيد زيزو كل مباراة أهل الزمالك أو غير مباراة أهل الزمالك بيتعامل معاه كده؟ واحد يا سيدي يا باشا بيتفاوضوا معاه بقالكوا سنة، ما اديتوش السعر اللي يريحه. انتوا عاوزين تجددوا له، مرة تعالى نديك فيلا والاستخدام بعد 3 سنين 150 مليون، مرة هنديك 100 مش عارف كام، مرة هنديك كذا، مرة هنديك كذا. لك ان تتخيل انه رايح الاهلي العشر اقل حاجة الرقم اللي كان معروض عليه في الخليج. حلو. الرقم اللي كان معروض عليه من نيوم السعودي، نيوم السعودي عارض 6 مليون دولار للزمالك، واحمد سيد 2.5 مليون دولار في السنه. توتال اللي بياخده في السنه من النادي الاهلي 150 مليون. مالكش دعوه ب 150 دول جايين ازاي. 30 مليون اعلانات، 40 مليون اعلانات، قصدي 100 مليون. فعشر الرقم التوتال اللي بياخده في النادي الاهلي 100 مليون. هل انت قادر ان تدفع 100 مليون جنيه لاحمد السيد زيزو؟ كان فضل عندك يا حبيبي قاعد سنه متفاوضه، واستاذ هشام نصر بعد المباراه ما رضيش يسلم عليه، او احمد السيد زيزو ما رضيش يسلم على استاذ هشام نصر بعد المباراه. من حقه عيد لو سمحت، ارجع لي بزيزو للشناوي. من حقه تاني وتالت ورابع وخامس مرة ان احمد السيد زيزو ما يسلمش عليه. ليه بقى؟ لان واحد طلع عليه انه بتاع ماديات، وطلع عليه وهو اللي حرك بلوجرات الزملكاويه، يوتيوبرات، جماهير، اللجان، حرك الدنيا كلها انها تهاجم احمد السيد زيزو، وانتهكوا في عرضه وهو لسه عنده يشتموه. يبقى اذا انا لو مكانه مسلمش عليه. رحت حضنت خالد مرتجي، استاذ خالد مرتجي يشكر ان هو حمى اللاعب بتاعه،